أهلا بيك يا صديقي مرة تانية. خلينا النهاردة نتخيل قصة غريبة من أغرب القصص اللي ممكن تحصل معاك كالعادة يوميا، ألا وهي إنك تكون مستعد للنوم ووراك مشوار بدري ضروري، أو حتى وراك امتحان، وفجأة أول ما تحط راسك على المخدة عقلك يروح باصص لك البصة اللي هي بتاعت إيه ده، أنت هتنام من غير ما تجاوب على السؤال المهم اللي في بالي؟ وأول ما تسأله إيه هو السؤال المهم تلاقي نوعية من الأسئلة اللي أصعب حتى من امتحانك اللي أنت رايحه، زي هو احنا بنعمل ايه هنا؟ طبعا اول ما تقول له هننام يقول لك لا قصدي في الدنيا، احنا جايين نعمل ايه؟ طب بص اقول لك حاجه، تفتكر لو السمكه شربت سجاير هتشربه من بقها ولا من خاشمها؟ وطبعا على ما تلاقي اجابه السؤال ده كله يكون مر 8 ساعات، والحاله دي هي اسمها الاسئله الوجوديه. وخلينا نعرف ايه هي في حلقه النهارده. معاك من ورا الميكروفون محمد احمد، واللي كتب الحلقه النهارده هي هدى هشام. يلا نبدا. أسئلة نص الليل بتختلف من شخص للتاني، لأن الإنسان مميز بالتفكير، وده لأن الإنسان بطبعه مفكر عبر الزمان. روى الأديب العربي الجاحظ الكناني إن مواضيع الشك بتقود لليقين، والشك عند القدماء المصريين حله كان الفهم وإدراك الشيء. أما أبرز علماء الإسلام الإمام النووي وضح إن الخواطر نوعين، يا تكون خطرت فجأة وعايز تتخلص منها، أو تكون خواطر مبنية على أسئلة. يعني مثلا تيجي قبل ما تنام تقعد تفكر، هل قفلت باب الشقة كويس؟ هل قفلت الغاز؟ يا ترى الحنفية مفتوحة؟ يؤسفني أقولك إن النوع ده من الأسئلة بيكون وسواس، وده النوع الأول من الخواطر اللي بيجي فجأة واللي سهل فعلا إنك تقضي عليه. وفي أسئلة تانية وجودية، ويراودك عزيزي المشاهد، وكلمة وجودية معناها التعلق بشيء أو بوجود شخص بناء عليه. بتتمحور الأسئلة الفلسفية اللي ممكن تتسلل ليك في نص الليل، والخضوع ليها هي بداية الأرق يا صديقي. والمعرفة كتير من الأدباء شبهوها بالبحر، فسؤال ملح في نص الليل من غير إجابة كفيلا إنه يخليك صاحي تفكر فيه، لأن مهم نصحى تاني يوم بنشاط عشان نقدر نحلل الموقف اللي هنعدي بيه. وجايز ما نقدرش نحللها كلها في ساعتها، بس ممكن نفكر فيها بعدين لما يكون عندنا وقت فاضي، والوقت ده بيكون وقت نومنا بالليل. وبسبب كده يعتبر في أسئلة ليلية عند كل واحد فينا، ولأن الليل بطبعه هادي بيخطف عقلك بأفكار الماضي ومخاوف المستقبل ويذكرك بهمومك. بس أحب أفكرك إنك مش لوحدك، لأن معاك مدينة الخبراء بحالها. أيوة، كلنا بائسون يا صديقي. كمان التكنولوجيا ليها دور في تشتيت نومنا، لأنها بتخلي الدماغ في حالة تأهب، وده بسبب تفعيل لحالة الموجة الدماغية. بس الاستسلام عدونا، وفي حل فعال لنوم يغلب نوم الأطفال ويهدي التساؤلات بالليل. عندك تجهيز أوضة النوم، يبان شيء عادي لكنه يخليك تحس بالراحة والأمان، وكل واحد على حسب هو بيحب إيه. في مننا بيحب يحط إحساس مريح للنظر زي ستاير تحجب الضوء، وفي اللي بيحب يخرج أدوات الشغل والتلفزيون. بس بجانب ده هيكون من الأحسن لو نبطل نحسب الوقت، وهل هيكون في وقت كافي ننام فيه، لأنك بشكل غير مباشر بتقلق عقلك. وبذكر العقل، حاول تراقب أفكارك من زاوية تانية كشخص محايد باصص من بعيد على أفكارك وهي رايحة جاية رايحة، مع تنظيم 4 ثواني للشهيق و4 للزفير. ويستحسن تروح للسرير وقت فعلا تكون عايز تنام فيه، وفي حالة فضلت 20 دقيقة ولسه منمتش ممكن ساعتها تدون مذكراتك، وبكده هتكون بعيد عن الأفكار المسببة للتوتر. وبعيدا عن الأفكار المسببة للتوتر ممكن تخترع روتين يحفز حواسك. يعني حاسة البصر ممكن تلون المندالة أو تعلق لوحة ليها معاني بسيطة، وبالنسبة لحاسة الشم فممكن تولع شموع معطرة. وعشان تعرف اختيارها المناسب أرشحك تروح لأول فيديو نزلناه في القناة، هتلاقيه في ضمن قناة مدينة الخبراء. نرجع بقى لحاسة اللمس، ممكن نحفزها عن طريق تدليك ذاتي أو حمام دافي أو حتى ممارسة روتينك بشكل زي ما تحب. وأخيرا آخر طريقة عملية تحميك من التفكير الزائد بالليل، وهي إن تتكلم مع حد كلام صادق ونقاش هادئ. ده هيحسسك بالأمان، ومش لازم يكون الهدف من المحادثة هو إيجاد حل، يكفي إنك شاركت إحساسك والأفكار الغريبة، لأن الكلام هو الحل. حتى لو اتكلمت مع نفسك بصوت عادي بجمل تطمنك، ونتيجة لده فأنت بتعيد توجيه نفسك، وفي وقتها هتكون غلبت نوم الأطفال بالفعل. وعلى سبيل النقاش شاركنا في الكومنتات بسؤالك اللي محيرك،
وسيب الباقي علينا، عندنا فريق من الخبراء جوه يرد على أسئلتك. وما تنساش تتابعنا على الفيسبوك والتيك توك، وتشترك في قناة مدينة الخبراء على اليوتيوب، وممكن كمان تدوس لايك أو تعمل شير وتعرف صحابك عننا. كان معاكم مرة تانية من وراء الميكروفون محمد أحمد، واللي كتبت لكم الحلقة هي هدى هشامي، وهتلاقي اسم المونتير ظاهر عندك على الشاشة هنا عشان لو حبيت تسأل على اسمه. شغله حلو برضه. سلام.